هو جون طفل عنده 12 سنه بيهدف ليصبح افضل صياد في العالم. امه مجهوله الهويه وابوه احد اشهر الصيادين. ابوه اتخلى عنه وهو لسه رضيع واداه لخالته وسابه ومشي، ومن ساعتها وما سمعوش عنه اي خبر. وسبب رغبه جون في انه يبقى صياد هو البحث عن والده المفقود ومعرفه السبب اللي خلاه يختار المهنه دي بدل ابنه الصغير. وبالفعل جون بينطلق في رحلته لخوض اختبار الصيادين، واللي هو الخطوه الاولى ليصبح صيادا. بيصعد على متن احد السفن واللي هتوصلهم لمكان الاختبار، لكن واثناء الرحله جون بيلاحظ حاجه غريبه. الطيور بتتحرك بطريقه مش طبيعيه. بيصعد لاعلى السفينه وبيشم حاجه غريبه في الهواء. بيحذر قبطان السفينه وبيقول له ان في عاصفه جايه، وبالفعل زي ما جون قال عاصفه شديده جدا بتضرب السفينه، ولكنهم بيقدروا يطلعوا منها. وبعد استقرار الوضع القبطان بتاع السفينه بيروح عشان يشيك على الركاب. جميع من في السفينه ما قدروش يستحملوا، ما تبقاش غير جون واثنين معاه. القبطان بيستدعيهم لغرفته، بيعرفهم ان الاختبار بدا اساسا وان هو احد المشرفين، وبيقول لهم كمان ان جميع من في السفينه رسبوا ما عداهم الثلاثه. المهم بعدها بيتعرفوا على بعض، وبنعرف ان الواد ابو شعر اصفر ده يدعى كورابيكا. هدفه هو الانتقام لعشيرته والتي ابيدت بالكامل على يد احد العصابات. اما الثاني بقى واللي اسمه ليوريو فهدفه هو انه يصبح صياد لكسب المال مش اكتر. جون هو كمان بيعرفهم عن نفسه، وبعدها بمده بيوصلوا لميناء الدوله التي سيقام فيها الاختبار. بينزلوا من السفينه والقبطان بيقول له خد يلا هقول لك على حاجه وعايزك تسمع كلامي. شاف الشجره اللي هناك دي عندها هتعرف مكان الاختبار. يا عم الحاج يعني الاختبار مكانه هناك ولا حد هيقول لي على مكانه ولا ايه النظام؟ هنشوف دلوقتي. بيوصلوا لهناك فعلا، بيلاقوا بيت في وسط الغابه. بيدخلوا لهناك وهنا كانت الصدمه. احد الوحوش السحريه اقتحم البيت وهجم على الراجل وماسك مراته. الوحش بيهرب، كل من كورابيكا وجون بيلحقوه، بينما ليوريو بيعالج اصابات الراجل. كورابيكا ساعتها بيحذر جون وبيقول ان النوع ده من الوحوش عنده القدره على التحول على شكل البشر بكل سهوله، وغير كده ده معدل ذكائه غير بقيه الوحوش وبيقدر يفهم كلام البشر وكمان يتكلم بلغتهم. جون بيجري وراه، بيلحقه وكمان بيضربه. البت بتوع منه ساعتها كورابيكا بيمسكها. جون بيفضل يلحقه شويه ولكنه بيضيعه. بيظهر له مره ثانيه ولكن جون بيلاحظ حاجه غريبه. بيقول له انت مش نفس الوحش اللي قابلته قبل شويه صح يا ابن اللعيبه؟ الوحش اتصدم، بدا يضحك، بينادي ساعتها على زميله، وبنعرف ان الوحوش دي اصلا ضمن الاختبار وهي اللي هترشدهم لمكان الاختبار. بس كان لازم يختبروهم الاول قبل ما يوصلوهم، وهم فعلا قدروا ينجحوا. بياخدوهم لمكان الاختبار واللي كان ما يخطرش على بالهم. العيال مستغربين، هو ده المكان اللي بتجمع فيه مئات الناس من جميع انحاء العالم عشان يكونوا صيادين؟ حته مطعم كحيان. قال لهم هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ بيدخلوا لجوه، وساعتها المرشد بيقول لصاحب المطعم كلمه سريه وبيدخلهم اوضه كده. العيال دخلوا والمرشد قال لهم كده مهمتي انتهت سلام. لكن بعديها الغرفه بدات تتحرك. ده مصعد بيوديهم لموقع الاختبار الحقيقي. الباب بيفتح، بيتفاجئوا بكم العدد الهائل من المشتركين. اول ما بيدخلوا بياخد كل واحد منهم الرقم بتاعه. بيقعدوا شويه هناك ولكنهم بيشوفوا حاجه غريبه جدا. واحد من المشتركين ايديه بدات في الاختفاء فجاه بعد صدامه بهذا الشخص، والشخص ده يدعى هيسوكا. شارك في الاختبار قبل كده ولكنه فشل بسبب انه كان هيقتل احد المشرفين. ده باين انه خطير جدا. العيال مصدومين. بيدخل عليهم بعدها احد المشرفين واللي هيشرف على المرحله الاولى من الاختبار. قال لهم بصوا بقى المرحله الاولى بسيطه يا مان، الحقوني بس لحد ما نوصل للمرحله الثانيه بس كده. المشتركين مستغربين، بالسهوله دي هنمشي وراك كده وبس؟ بقى هي دي المرحله الاولى من الاختبار برضو؟ قال لهم ايوه بالظبط كده. فضل يمشي ويزود في سرعته والمشاركين حرفيا بقوا بيجروا وراه. مفيش حد عارف الطريق اللي قدامهم طوله قد ايه. هو انتوا اللي مفكرينه اختبار سهل؟ ده اختبار تحمل واكيد هيكون طويل جدا. واثناء ما هم بيجروا جون بيتعرف على ولد قده واسمه كيلوا. بيقول له ايه يا صاحبي ايه اللي دخلك اختبار الصيادين؟ قال له ولا اي حاجه، انا عرفت ان الاختبار ده صعب مش اكتر فقلت ادخل اجربه واستمتع بيه، بس واضح كده انه ممل فشخ ولا صعب ولا بتنجان. جون قال له ماشي يا عم الجامد، ايه رايك نتسابق ونشوف مين فينا اللي هيوصل الاول؟ بتتغير طبيعه السباق، وبدل ما كان سباق جري دلوقتي بقى بيصعدوا على السلالم. في ذلك الوقت كان كورابيكا بيتكلم مع اليوريو، بيقول له عن سبب استهداف عشيرته واللي هي العيون القرمزيه. فلما بتزداد حده مشاعرهم بيتحول لون عيونهم للون القرمزي، واللي يعتبر واحد من اجمل 7 الوان في العالم. وعشان كده العصابات بتقتلهم وبياخدوا عيونهم وبيبيعوها باسعار خياليه في السوق السوداء. والعصابه دي بقى هي عصابه العنكبوت. ذبحوهم كلهم وسرقوا عيونهم ومشي. والناجي الوحيد من العشيره دي كان هو كورابيكا. كورابيكا دلوقتي هدفه انه يصبح صياد وينتقم من هذه العصابه شر انتقام. واتضح كمان ان هدف ليوريو مش الفلوس بس وخلاص، لا هو عايز فلوس وكل حاجه وبيقول للناس كده، لكنه من جواه حاجات كتيره جدا. اكتر حاجه اثرت فيه لما صاحبه مات قدام عينيه وما قدرش يعمل له حاجه بسبب انه معهوش فلوس، لدرجه انه اتعلم الطب وبدا يعالج زمايله عشان ما فيش حد يعيش نفس المعاناه بتاعته. المهم السباق قرب يخلص، وكل من جون وكيلوا بيخلصوا السباق في نفس الوقت، لكنه كان صعب على ناس كتير ومشاركين كتير ما قدروش يستحملوا. ده حتى كان صعب على كل من كورابيكا واليوريو، لكنهم بيقدروا يجتازوا المرحله دي بنجاح. بيوصلوا المكان يملأه الضباب يدعى بمستنقع المحتاج
متتاليين، وده لانه موطن لعديد من المخلوقات الماكره اللي بتعمل كل الحيل الممكنه لخداع البشر، وعشان يوصلوا للمرحله الثانيه من الاختبار لازم يخرجوا من المستنقع خلال وقت محدود. وبينما هم يتناقشون بيخرج عليهم واحد بيدعي ان هو مشرف الاختبار، بيقول لهم ان المشرف اللي قدامكم ده مزيف ومش حقيقي ومن الكائنات الماكره والخبيثه. الراجل لسه بيتكلم قام هيسوكا هجم عليه هو والمشرف في نفس الوقت. المشرف الحقيقي بيتصدى لهجمته ولكن الراجل ده بيموت. جميع من في المكان اتصدم. هيسوكا بيقول لهم ما تخافوش، المشرفين هم صيادين محترفين، وهجمه زي دي من السهل جدا بالنسبه لهم انهم يتصدوا ليها، وعشان كده ده هو المشرف الحقيقي. واتضح ان الشخص ده طلع بالفعل احد وحوش المستنقع وكان بيحاول يخدعهم. هيسوكا يا جماعه ما عندوش تفاهم. دلوقتي جميع من في المكان عرف حقيقه المستنقع ده. المشرف قال لهم خليكم معايا لو عايزين تعيشوا. بيمشوا المسافه كبيره وساعتها مجموعه من المشتركين بيتفقوا انهم يهجموا على هيسوكا، دول عايزين يتخلصوا منه. كيلو ساعتها حس بخطر وقال لجون تعال نبعد عن هيسوكا انا مش مطمن له. في ذلك الوقت كان عدد كبير من المشتركين بيموتوا واحد تلو الاخر. كيلو وجون هم كانوا بيقعوا في احد الافخاخ ولكنهم بيقدروا يطلعوا. جون قلقان على زمايله، لكن كيلو بيقول له سيبك منهم خلينا يا عم نكمل. بس جون برده مش مطمن للوضع. نروح بقى لكورابيكا واليوريو اللي بيهجم عليهم احد الوحوش العملاقه، بيقدروا يتصرفوا معاه ولكن اليوريو بيشوف حاجه. مجموعه من المشتركين اتلموا على هيسوكا وناويين يقتلوه، بيهجموا عليه فعلا لكنه بيخلص عليهم بحركه واحده. يا نهار ابيض يا جدعان، كورابيكا واليوريو مصدومين. ايه القوه دي؟ هيسوكا بيقول لهم ها مش عايزين تشاركونا ولا ايه؟ كورابيكا بيقول له يلا نهرب بسرعه، ما قدامناش خيار قدامه. وبالفعل هربوا، لكن اليوريو الرجوله بتنقح عليه وبيرجع له مره ثانيه. يا ابن الغبيه، مفيش مكان للرجوله هنا يا عم الحاج، ده بيقتل ما بيسميش. اليوريو بيهجم عليه ولكن انت بتعمل ايه يا ابني؟ ده هيسوكا لسه هيخلص عليه ولكن بالله اللي ضربه ده جون يا جماعه. ايوه كده يا ابني. اليوريو بيهجم عليه ثاني قام قال له اتهمت بقى يا عم انت. جون هو كمان بيهجم عليه ولكن مفيش فايده، بيحاول يغفله بس هيسوكا بيمسكه. جون خلاص بيموت، بس ساعتها هيسوكا بيسيبه، بيقول له ما تخافش يالا مش هموتك انت وصاحبك. بيجي له اتصال من واحد زميله بيقول له احنا خلاص خلصنا تعال انت بقى حصلنا. هيسوكا بياخد اليوريو وبيمشي. كورابيكا ساعتها بيروح لجون. جون بيتتبع الطريق اللي هيسوكا مشي منه عن طريق العطر بتاع اليوريو. الواد ده حست شمه خطيره فعلا. بيوصلوا لهناك اخيرا، وبكده تكون المرحله الاولى من الاختبار انتهت. بيروحوا للمرحله الثانيه واللي كانت مرحله كحيانه عباره عن مسابقه طبخ. يعني انتوا داخلين عشان تكونوا صيادين، طبخ ايه وبتنجاني دلوقتي. المهم انتهت المسابقه بعدم نجاح اي شخص، وده كان بسبب سوء التحكيم من المشرف، ولذلك بيقرر رئيس لجنه التحكيم انه ينجحهم كلهم. بيطلعوا كلهم على متن احد المناطيد واللي هتنقلهم لموقع المرحله الثالثه. وهم قاعدين كده كيلوا بيقول لجون انه بينتمي لعائله من القتله، لكن وعلى الرغم من امتلاكه للموهبه الا انه مش عايز يبقى قاتل. قال لعيلته انه عايز يحدد مصيره بنفسه ولكنهم رفضوا، وانتهى بيهم الوضع انه اتخانق معاهم وكيلو طعن امه واخوه هرب منهم. يا ابن المفتريه. في تلك اللحظات بيجي لهم رئيس لجنه التحكيم بيقول لهم ما اتسلى معاكم شويه، تقدروا تاخدوا الكره دي مني؟ اما نشوف كده اخركم ايه. كيلو بيستخدم التقنيه بتاعته اللي بيستخدموها القتله عشان يشتتوا فريستهم، لكن للاسف ما قدروش ياخدوا الكره منه مهما عملوا. عجوز بس نينجا. المهم وفي صباح اليوم التالي المنطاد بيوصل للمكان المحدد واللي هو البرج ده، والهدف من تلك المرحله هو النزول لاسفل البرج على قيد الحياه، والوقت المحدد لاجتياز المرحله هو 72 ساعه. واحد منهم بيحاول يتسلق لتحت ولكن بتهجم عليه هذه الوحوش وبيلقى حتفه. جميع المشتركين بيدوروا على ابواب سريه في البرج، وفعلا كل من جون وكيلو استطاعوا ايجاد 5 ابواب في نفس المنطقه، ومن الواضح كده ان الباب بيفتح مره واحده بس. بيتفقوا ان كل واحد يختار باب وينزل فيه ويتقابلوا في اخر المرحله. بيودعوا بعض وبينزلوا فعلا، لكن بيتضح ان ال5 ابواب متصله ببعض وبتفتح لغرفه واحده. بيلاقوا هناك 5 ساعات مكتوب فيها الوقت المتبقي وفيها زرارين صح وخطا. ساعتها المشرف بيقول لهم ان لازم يكون في 5 اشخاص في الغرفه عشان يبداوا. بيستنوا لمده ساعتين كاملين واخيرا الشخص الخامس بينزل، واتضح ان ذلك الشخص اتقابل معاهم قبل كده في بدايه الاختبار ويدعى تومبا، وده صاحب اكبر رقم للدخول في الاختبار. اشترك في الاختبار 35 مره قبل كده وطبعا سقط فيهم كلهم، لكن هدفه الحقيقي مش الاشتراك وخلاص، لا ده كل مره كان بيشارك فيها كان عشان يخرب على المبتدئين بس مش اكتر، ويفشلهم ويحبطهم، يعني كان منفسن كده حاجه زي الخرا. المهم بيلبس الساعه بتاعته وبتبدا المرحله الثالثه. كل شويه يطلع لهم اسئله ولازم يجاوبوا عليها يا اما صح او خطا، وده عن طريق الساعه بتاعتهم. وطبعا راي الاغلبيه هو السائد، يعني القرار اللي هيتاخد هيكون براي الاغلبيه. وبعد ما بيمشوا شويه كده بيلاقوا قدامهم مجموعه من الناس المكبلين. ساعتها المشرف بتاع المرحله بيشرح لهم كل حاجه، بيقول لهم ان اللي قدامكم دول مجرمين وانتوا هتواجهوا كل واحد منهم في معركه فرديه، ولو قدرتم انكم تفوزوا 3 مرات ساعتها هتعدوا، لكن وعلى كل ساعه بتعدي بيتم تقليل العقوبه عن المجرمين سنه كامله. يعني باختصار هدف المجرمين ده اصلا انهم يضيعوا الوقت، وعشان كده لازم تهزموهم في اقل وقت. بيبدا القتال الاول وتومبا بيتطوع على القتال. العيال كلها مستغربه، هي يا عم انت ما كانوش يتوقعوا ان اول واحد يتقدم للقتال هو تومبا؟ ده مجرد عجوز كحيان يعني حته عيل صغير هيقدر يهزمه. بيروح هناك فعلا المجرم بيطير عليه لسه هيضربه، قام التاني مستسلم بكل سهوله من قبل ما يبدا القتال اصلا استسلم. يا ابن الجبانه. تومبا بتظهر حقيقته في اوسخ وقت ممكن. ليوريو متغاظ منه، والله عندك حق يا ليوريو، انا ذات نفسي متغاظ منه، كان مستفز لابعد درجه. ده هدفه انه يسقطهم في الاختبار. بيقول لهم انا خلاص كده
استمتعتوا مش فارق معايا حاجه، كل اللي يهمني دلوقتي انكم تخسروا. كميه حقد وغل غير طبيعيه، مش عارف انت ايه اللي استفدته يعني. المهم بيبدا النزال الثاني وجون هو اللي بيروح. المجرم الثاني بيقول له بص بقى يا عم الحاج، زي ما انت شايف كده انا جسمي على قدي اصلا وماليش في الضرب ولا يحزنون، فايه رايك نلعب لعبه بسيطه. اللعبه باختصار ان كل واحد منا هيمسك شمعه، واللي شمعته هتنطفي الاول هو الخسران. بيوري له شمعتين، واحده طويله وواحده قصيره، بيقول له اختار يا عم، يا اما الطويله يا اما القصيره. العيال كلهم احتاروا، قالوا له بص يا عم جون اختار انت براحتك احنا مالناش دعوه. جون ساعتها بيختار الطويله. كل واحد منهم بيولع شمعته، بيفضلوا شويه كده